دكتور سهيل، متى كتبت الخندق الغميق وتحت أي ظروف؟ الحقيقة أن الرقعة الزمنية للخندق الغميق تأتي قبل فترة الحي اللاتيني، وهي فترة عشتها أنا شخصيا في مجال ديني في بيروت قبل أن أذهب إلى فرنسا لمتابعة دراستي، فعدت إليها لأصور واقعا محليا ونوعا آخر من الصراع. إذا كانت الحي اللاتيني قد صورت الصراع في ضمير فتى عربي واجه الحضارة الغربية، فالخندق الغميق عالجت صراعا بين جيلين في عائلة واحدة تمثل حيا من أحياء بيروت، وفيها هذا الخلاف بين جيل الأب وجيل الأولاد الذين يسعون إلى التحرر. جيل الأب الذي كانت تسيطر عليه أجواء متزمتة، وجيل الأولاد الذين كانوا يسعون إلى التحرر. فهذا هو الذي أردت أن أصوره في الخندق الغميق، وربما كان في هذا أيضا شيء من الشبه برواية الأيام لطه حسين، وإن كان البعض وعلى رأسهم الناقد رئيف خوري يعتقد أن فنية الخندق الغميق أكمل من فنية الأيام التي هي سيرة ذاتية، ولكن الخندق الغميق تجاوزتها بأنها فيما هي تصور شريحة من حياة المؤلف، ولكنها بقيت رواية بالمعنى الروائي الحديث. لقد كتب نجيب محفوظ الرواية الجيلية عبر ثلاثيته المعروفة. إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع محاولة نجيب محفوظ؟ لا، نجيب محفوظ بطبيعة الحال أستاذ روائي كبير، وقد تأثرنا به دون شك، وإن كنا اختلفنا ونختلف عنه في معالجة الرواية أسلوبا وفنا، ولكنه خير من صور المجتمع المصري، ولدينا ما نفيد منه كثيرا.